السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. هقولها تاني وهعيدها تاني. من امتى البنت بتروح بيت خطيبها؟ معلش، اعتبروني ست من العصر الحجري، اعتبروني ست قديمة، مش مشكلة. طب اتعودنا على الأصول بتاعتكم والتقاليد بتاعتكم، أخدنا ايه؟ ولا هي كل محافظة مختلفة عن التانية؟ بس متهيألي يعني مهما اختلفنا فالأصول واحدة. انا ازاي ما تزعلوش مني، انا الفيديو اللي فات ما عرفش اتكلم فيه من غيظي. بتكلم دلوقتي عن الاخ والاب والام. يا ست الكل، عزموكي على الفطار زي ما عزمتيهم، خدي جوزك، خدي ابنك وروحي، سيبي بنتك. بصوا، الاعمار بيد الله ومقدر لها انها تموت، بس احنا بنختار الاسباب. احنا لينا دخل برضو، مش حاجات ملناش، لا لينا دخل ان احنا موتتنا تكون ازاي. لكن العمر واحد، ما فيش اختلاف فيه. وبعدين يا ست الكل، زي ما قلت قبل كده ان الواحدة لما كانت زمان بتتخطب كانت بتشوف خطيبها في وسط 75 نفر قاعدين وتبقى قاعدة معاهم. ممكن الاهل يسمحوا بشوية كلام بينهم وهم موجودين برضو، مش ياخدها ويسرح بيها، لا. ثانيا، ما تخشش بيت جوزها او خطيبها او بيت اهل جوزها عامة يعني، غير لما تروح الزفاف يعني، بمعنى أصح يوم دخلتها. ده العرف والتقاليد متهيألي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، مش عندنا احنا بس. لكن التحرر والتمدن اللي احنا طلعنا فيه ان البنت لازم تروح تفرش، ماشي تفرش، انا ما اعترضتش، برضو ممكن يكون عندها ظروف خاصة الله اعلم بيها. لكن في وسط عماتها خالاتها ماشي، يرجعوا بيها. مع اني طبعا انا معترضة، لكن بقول في ظروف خاصة. ممكن البنت ما يكونش ليها حد، وممكن تكون الله اعلم بظروف الناس. لكن في العرف والتقاليد، هركن الشرع ده على جنب شوية، لان لو اتكلمت فيه مش هخلص. العرف والتقاليد بتقول ان البنت او العروسة ما تخشش بيت جوزها، ولو اتجوزت ترجع بيت ابوها وهي عندها طفل او بعد مدة شوية يعني. ده كنا زمان كده ايام الجاهلية، بعيد عنكم وعصر الجمال كنا بنفكر في كده. ولا حول ولا قوة الا بالله. فكانت البت ليها يعني شنة ورنة. جوزها ولا عريسها كان يتمنى منها بصة. انما النهارده التليفونات طبعا، اعزكم الله، بتخرج بتجاب له بصوا كل حاجة مباحة، كلها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا قلب أمك يا أخو البنت، أنت راجل صح ولا أنا غلطان؟ ما رحتش ليه مع أمك وأختك؟ وأنت يا ست الكل يا أمها، ما سبتيش بنتك ليه؟ كنت رجعت لقيتها ميتة في البيت، ماشي مش مشكلة، الله يرحمها، الله يرحمها. يقال والله أعلم إن مرات أخو الولد ده وبعدين خلي بالكم في حاجة، أنا ما بعترضش على الشكل يعني، ما بعترضش على الشكل لأن الخلقة خلقة ربنا، لكن الإحساس ممكن يكون بني آدم شكله مش حلو، لكن سبحان تتوسم فيه الطيبة، تتوسم فيه حاجات كتيرة كويسة. لكن ده سبحان الله العظيم الواحد يشوفه ما يتوسمش فيه حاجة أبدا خير. لما انت ما تتوسميش في الشخصية دي خير، ما بالك باللي وراه، ما بالك باللي وراه. وبعدين بيقولوا المباحث انها اكتشفت ان هي اخت مرت اخوه ولا حاجه زي كده هي. طب واللي ايه اللي بينك وبين، يعني انت بتحبي مثلا الولد ده عشان كده قتلتيها غيرانه؟ وبيقولوا بنت اخوه غيران، ايه العك كده؟ ايه العك كده؟ صحيح، ايه العك كده؟ ايه اسمه ايه؟ مستنقع الوساخه دي، ايه مستنقع الوساخه والقذاره دي؟ فرحتي يا ام العروسه لما رحتي؟ وبعدين جاي ما تعمل تطبخي، فين بنتك؟ ما تخليها جنبك تطبخ معاكي، خلاص حصل وراحت معاكي، ما تخليها تطبخ معاكي تقف معاكي. سبتها ليه؟ سبتها ليه؟ ما تلموش حد، ما تلموش حد. وبعدين على ما اظن برضو، على ما اظن البنت استدرجت، البنت استدرجت، يعني كان في مخطط الله اعلم بيه، الله اعلم بيه. معرفش، لكن ممكن الايام تثبت
البنت استدرجت لحاجة، ولما ما وافقتش عليها حصل لها اللي حصل لها ده. جايز كانوا عايزين يكسروا، الأم والأب كانوا عايزين يكسروا أخوه، الله أعلم. بس في لغز محير وهيتكشف مع الأيام، ما اتكشفش ربنا كبير. بنصح كل أم وأب، بنصح كل أم وأب لله، والله لله، ارجعوا لزمان. بلاش النهاردة، بلاش النهاردة، بلاش بكرة، بلاش الحاجات اللي بتسمعوها ان الايام اتغيرت، الدنيا اتغيرت. لا لا، ان كانت اتغيرت فاتغيرت للاوحش مش للاحسن. لكن كل ما نتمسك باصولنا وجذورنا في الارض اللي احنا طلعنا عليها وتربينا عليها، صدقوني بناتنا هتبقى اغلى البنات. كل واحد وواحدة يخلوا بالهم من بناتهم. البنت، انا ست كبيرة، انا ست كبيرة مش صغيرة، ومع ذلك ضعيفة. ولادي بيخافوا عليا، اهلي بيخافوا عليا، ما بالك بالشباب والبنات. النسوين الله يحرجهم اللي مطلعين الست قوية، الست مش عارفة ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. الست عمرها ما كانت قوية غير بأدبها وأخلاقها، غير إنها تصون نفسها باللي حواليها وأهلها. هترفع راس أهلك، أهلك هيحطوكي تاج على راسهم. يا بنتي يا حبيبتي، حتى لو أهلك مش مدركين، ادركي انتي، ادركي انتي الخطورة. اتعزموا في مكان، راحوا في مكان، رجلك على رجلهم. ما تسيبيش امك، ما تسيبيش اخوك، ما تسيبوش المكان اللي قاعدين فيه، اقعدي فيه. لو حتم عليكي الظروف انك تقعدي مع حد معين او تتغصبي او تروح او تيجي، ما تسيبيش ايد اهلك، ما تسيبيش ايد اهلك مهما قالولك، مهما قالولك. ما تسيبيش ايد اهلك. حبيبة عيني، انت ضعيفة، ما تسمعيش للكلام اللي بيتعب الدماغ، كلام الناس المتخلفة، كلام الناس اللي عايزة الدين على راحتها، اللي عايزة الأصول على راحتها، اللي عايزة تمشي الدنيا عكسي مش تمشيها صح. خدنا ايه من حاجات كتير، خدنا منها ايه؟ فوقوا لله، فوقوا كل النهاردة. مفيش ثانية تعدي إلا مصيبة وجريمة، إلا اغتصاب وحاجات ما بتسمعش الكلام. لله اللي الأب والأم حافظوا على ولادكم، حافظوا على ولادكم. والطرق كتيرة ومعروفة، والطرق كتيرة ومعروفة. ما تتخلعوش من أرضكم. احنا أصولنا ودنيتنا حلوة، أصولنا وتقاليدنا كانت جميلة وحلوة. أنا قلت لكم مش هقول على الشرع، هركن الشرع ده، الشرع ده أساس الملك على الأرض، أساس وبنحاول برضو نتخلص منه، وبنحاول نزيحه عند تخلف عصر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.